قصص أطفال قبل النوم. قصة لولا ومعلقة العسل. تأليف وصوت إيمي مصطفى. يا مكان كان في بنوتة كيوت جميلة اسمها لولا. لولا كان عندها 5 سنين. كل يوم لولا كانت بتروح الحضانة وهي فرحانة ومبسوطة لأنها كانت بتحب الحضانة واللعب مع أصحابها قوي. ماما كل يوم تدي لولا سندوتشات ولا عصير علشان تاكلهم في الحضانة. لولا ما كانتش عايزة تضيع أي وقت في الأكل، لعب وجري ونط طول اليوم. يعدي اليوم ولولا ترجع البيت بالسندوتشات زي ما هي. ماما تديهم للقطط وهي زعلانة إن لولا مش بتاكل زي باقي الأولاد. كل يوم ماما تغير نوع الأكل وتخليه مليان ألوان، فلفل ملون وجزر وفراولة، وماما تعمل بيه أشكال حلوة. مفيش فايدة، لولا كانت بتشرب العصير بس، وكل يوم الأكل يرجع زي ما هو. لغاية في يوم لولا داخت في الحضانة وأغمى عليها من كتر ما جسمها بقى ضعيف. ماما أخدت لولا للدكتورة اللي كشفت عليها وقالت لولا عندها أنيميا شديدة من قلة الأكل ومناعتها كده ضعيفة جدا. لولا قالت يعني إيه مناعة يا دكتورة؟ الدكتورة ردت وقالت المناعة دي أجسام صغيرة في جسمنا اسمها كرات الدم البيضاء اللي بتدافع عن جسمنا من الأمراض. نقدر نسميها الجيش اللي في جسمنا اللي بيقضي على أي ميكروبات أو أمراض تحاول تدخل جسمنا وتأذينا. طول ما الأجسام الصغيرة دي قوية يبقى مناعتنا قوية وصحتنا تبقى تمام. ردت لولا وقالت قصدك الجيش اللي في جسمنا اللي بيحمينا من الأمراض. خرجت لولا بعد ما الدكتورة وشوشت ماما في ودنها بنصيحة. لولا روحت البيت، قعدت في أوضتها تفكر وتتخيل طول الليل الجيش اللي جوه جسمها إنهم عساكر وطوابير ولازم ياكلوا علشان يبقوا أقوياء فيحموها من المرض. لولا أخذت الدواء بالعافية لكن مش راضية تاكل، وكل شوية تقول ماليش نفس، مش عايزة آكل. ماما افتكرت وشوشت الدكتورة في العيادة وجابت العسل الأسود علشان لولا تشرب العسل. لولا افتكرته في الأول دواء، فضلت تقاوح وتقفل بقها جامد لغاية ماما ما قالت لها جربي، ده عسل مش دواء. يوم ورا يوم لولا نفسها اتفتحت، ولولا شربت العسل ولقت طعمه حلو. بقت تاكل سندوتشاتها وهي مبسوطة زي باقي الأولاد، وبقت تاخد العسل بنفسها. لولا بقت أحسن ومركزة وكمان نشيطة. لولا قالت لماما يظهر إن الجيش بتاعي عجبه العسل وخلوا جسمي قوي. ماما قالت لها قصدك المناعة بقت تمام، وضحكوا الاتنين. لولا عرفت فايدة العسل وبقت كل يوم تشرب معلقة قبل ما تروح الحضانة، وبقت تلعب وتجري من غير صداع ولا دوخة وهي مبسوطة، حاسة إن عندها جيش قوي بيحمي جسمها من الأمراض أو المناعة زي ما بيقول عنها الكبار. ولغاية هنا الحدوتة خلصت، حلوة مش ملتوتة، وتصبحوا على خير يا حلوين.